وسام ابو علي هيبقى مهاجم منتخب مصر ازاي؟ مين السبب ان وصلنا ما عندناش مهاجم الا مصطفى محمد؟ يا ترى السبوبة هي اللي بتحكم في اللي وصلنا ليه ولا مين المسؤول؟ مين اللي بيختار اللعيب اللي بينضم للنادي او للمنتخب؟ مدرب الأكاديمية ولا مدرب الفريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج من الاخر مع عادل الظن. حلقتنا النهاردة حلقة رياضية هنتكلم فيها ليه ما عندناش مهاجم زي وسام ابو علي في مصر عموما، مش في اي نادي، ومين السبب اللي يخلينا بعد ما كنا نملك عدد كبير جدا من المهاجمين اصبح ما عندناش ولا مهاجم في مصر دلوقتي، اللهم الا مصطفى محمد ولسه طالع حسام اشرف لاعب الزمالك المعار لبلدية المحل. مين السبب اللي خلانا وصلنا ان منتخب مصر وجميع الاندية ما عندهمش مهاجم زي وسام ابو علي؟ وسام ابو علي اللي لسه جاي من اول شهر يناير مع النادي الاهلي وما لعبش كل المباريات بيحرز 18 هدف لحد دلوقتي، بسم الله ما شاء الله. مين السبب ان احنا نوصل لكده؟ هل هي الانديه؟ هل احتراف الاجانب داخل مصر وكل عاوز يجيب اجانب رغم ان وسام ابو علي مش اجنبي؟ ولا الناشئين ما بقاش في ناشئين عندنا في الانديه؟ ولا الاكاديميات؟ ولا السبوبه اتدخلت؟ ولا ايه بالظبط؟ في اعتقادي الشخصي عدم وجود مهاجم حتى الان بعد مصطفى محمد قطاع الناشئين في الانديه. السؤال للناشئين او للانديه اللي عندها قطاع ناشئين زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي، انتوا بتصرفوا على ايه؟ يعني كل المبالغ اللي بتصرف دلوقتي على قطاع الناشئين وعندنا فين المهاجم اللي طلع؟ ولا نادي طلع مهاجم لحد دلوقتي، ولا نادي طلع مهاجم من الناشئين بتاعته، مهاجم بمعنى كلمه مهاجم. كل الانديه بتعتمد على اللعيبه الاجانب، كله اما مهاجم اجنبي رقم 1، باك شمال اجنبي رقم 2، دفاع اجنبي رقم 3، وسط ملعب اجنبي رقم 4. القرار الوحيد اللي اتاخد صح كان عدم احتراف حراس المرمى داخل مصر تاني، والقرار ده كان ممتاز جدا جدا، واصبح عندنا حراس مرمى ممتازين دلوقتي في مصر. يا ريت كان القرار اتنفذ على الكل. بعد ما كان الاجانب 1 و2 بقوا 3، قلنا مش مشكله خلاص، لا ده رفعوا الاجانب ل5، بقى كل فريق بياخد 5 اجانب. فانت قتلت اللعيبه المصريه، اعتمدت على المهاجم الاجنبي، واعتمدت على الباك شمال الاجنبي والهاف الاجنبي والمدافع الاجنبي ووسط الملعب الاجنبي وصانع الالعاب الاجنبي، كله اجنبي اجنبي اجنبي. هنا انت قتلت قطاع الناشئين بالكامل في كل فريق. لما نيجي لمشكلة قطاع الناشئين، المشكلة عندهم في استقطاب اللاعبين. زمان كان في الكشافة اللي بتروح الأندية والقرى والنجوع، وأكثر اللعيبة الحريفة هتلاقيهم في الأقاليم في المحافظات والمراكز والقرى بالتحديد، هتلاقي الحريف. زمان كان في كشافة بيروحوا يجيبوا اللعيبة دي ويجيبوهم ببلاش. دلوقتي لا، ظهرت الأكاديميات في مصر عموما، ما بتكلمش هنا على أكاديمية معينة، الأكاديميات في كل جمهورية مصر العربية، أكاديميات كرة القدم. وللأسف الأكاديميات يعني معظم هذه الأكاديميات بيعتمد على السبوبة والفلوس، فما بيختارش اللعيب اللي هو، اللهم إلا ممكن تلاقي لعيب 2 في أكاديمية 3، لكن إنه يختار لعيب صح ويأسسه صح مش هتلاقي كتير. دخلت السبوبة في الأكاديميات ودخلت السبوبة في الاختبارات وقطاع الناشئين. ما بقاش عندك اللعيب الفت اللي بيدفع هو اللي بيلعب، اللي عنده واسطة هو اللي بيلعب، سواء في الأكاديمية ولا الأكاديمية بتبيع للنادي والنادي بيبيع يطلع للفريق الأول. وفي الأول والآخر ندور على البداية هتلاقي اللعيب اللي هو مش فت، اللعيب اللي هو أهله دافعين له فلوس واسطة كبيرة. فهنا ما لقيناش لا مهاجم ولا مدافع ولا صانع العاب ولا اي حاجه. ليه؟
لان اتدخلت السبوبه، ما اتدخلتش العين الخبيره اللي تشوف اللعيب الصح، اللي خدمه الفريق الاول اهم عندها من اي حاجه، اللي خدمه منتخب مصر اهم عندها من اي حاجه. هو كله بيدور على السبوبه. طب ايه المانع ان انت تدور على السبوبه وتكسب، ولكن هات لعيب كويس؟ يعني لما يجي لك لعيب في الاكاديميه او في قطاع الناشئين في الاختبارات وما اكثرها دلوقتي، اختار اللعيب الكويس. هتلاقي في لعيب امكانياته الماديه تعبانه، اهله تعبانين وجاي من القرى والاقاليم، ولكن لعيب حريف، لا ما ناخدوش، ناخد اللي جاي يدفع فلوس الواسطه وده اللي يلعب. فهتلاقي معظم قطاع الناشئين في الانديه بقى كده، هتلاقي كتير كده لانه مدفوع الفلوس وجاي بواسطه فما عندوش الموهبه. ولكن تلاقي اللاعب الحريف اللي عنده موهبه في الاقاليم خلاص عفى عليه الزمن وعدت الايام، فبيقول لك ما لقيتش نصيبي خلاص راح اشتغل اي شغلانه تاني. ده من بدايه قطاع الناشئين. يبقى السبب الاول ان مفيش عين خبيره ومفيش كشافه وتروح تدور تلف تجيب اللعيبه من الاقاليم والقرى. بقينا نعتمد على الاكاديميات والاختبارات وناخد اللعيب اللي بيدفع فلوس واللعيب اللي عنده واسطه. للاسف يعني زمان زي ما قلت كان الكشافه بتلف، هم اللي بيلفوا عشان عندهم خدمه النادي وخدمه المنتخب رقم واحد، فبيلفوا ويتعبوا هم ويصرفوا ويجيبوا اللعيبه دي. لا دلوقتي بقى يقعدوا مكانهم تحت الشمسيه يعملوا اختبارات، يجي لهم لعيبه من الاكاديميات، لعيبه بالواسطه دفع فلوس ياخدوهم، تتفاجئ ان اللعيب بقى عنده 19 20 سنه وما يعرفش اساسيات كره القدم ويلعب فريق اول ما تعرفوش ده مهاجم ولا مدافع، فنضطر نروح للاجنبي. دي قصه. السبب الثاني ان اتحاد الكوره سمح ان يكون في 5 لعيبه اجانب، وده عدد كبير جدا جدا. 5 لعيبه اجانب، ما انت خدت نص الفريق. يعني لو استثنينا حارس المرمى هيبقى باقي 5 لعيبه كمان، وانت بتختار اهم 5 مراكز. اصبح ما عندكش، انت بتعتمد على اجنبي بياخد بالدولار وبيجي ممكن يتصاب منك بالسلامه بس بياخد عقده وتروح بقى المحكمه الدوليه وقواضي والحق. ده اللي بيحصل حاليا دلوقتي. عشان كده ما عندناش مهاجم بعد مصطفى محمد، واللهم الا طالع حسام اشرف زي ما قلت لاعب الزمالك المعار لبلديه المحل. ليه ما عندناش؟ لما تيجي كمان في نفس المشكله ما عندكش باك شمال في مصر الا احمد فتوح. فين باك شمال تاني تقدر تقول؟ الاهلي كان بيعتمد على علي معلول على طول، بيعتمد على مين دلوقتي؟ على كريم فؤاد. المنتخب الاولمبي يا دوب بيعتمد على كريم الدبيس اللي مارسيل كولر لسه ما اشتغلش عليه لحد دلوقتي. فليه احنا ما عندناش المهاجم اللي متاسس صح زي وسام ابو علي؟ وسام ابو علي اللي نفعه واللي خلاه زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله متاسس صح من البدايه، لعب في دوري قوي وجاه متاسس من البدايه خالص، ما كانش مع انه جاي من فلسطين الحبيبه، يعني كان حروب وكان ورغم ذلك اتاسس صح وجه في عين جابته صح. ده وسام ابو علي. فيا ريت لما نيجي بعد كده نختار لعيب في الاكاديميات، لعيب في الاختبارات، نختار اللعيب اللي فعلا في المصلحه الاولى يكون للنادي ويكون للمنتخب. ويا سيدي خد فلوس مش مشكله، ما كله بقى استثمار دلوقتي، ولكن اختار اللعيب اللي هتاخده الاكاديميه عندك او هتسوقه، واللعيب اللي هينضم للناشئين عن طريق الاختبارات يكون لعيب كويس، لعيب يستحق فعلا يلعب، مش لعيب دافع له فلوس او جاي بواسطه فلان او علان. في لعيبه مهاريه كتيره جدا جدا والمدربين بترفضها للاسف، وده شفته بعيني. لعيبه مهاريه، لعيبه كوره بجد بجد في الاقاليم وفي المراكز وفي القرى وفي النجوع، ونفسهم ياخدوا فرصه، واولياء امورهم طلع عينهم علشان يلعبوهم كوره، والعيال دي تستحق او اللعبه دي تستحق انها تكون في انديه. ولكن للاسف السبوبه بتحكم، الفلوس بتحكم، الواسطه بتحكم. ما تعرفش ازاي اللاعب الحريف رغم المدرب مقتنع بيه ما تلاقوش، وتلاقي لعيب تاني خالص. هي القصه مش قصه شورت وفانلة وجاي لك لابس بقى والنضاره والعربيه جايه وراه ابن فلان الفلاني، او في فلوس اتدفعت من تحت الترابيزه او من فوق الترابيزه.
القصة قصة ضمير من البداية. القصة قصة ضمير. المدرب اللي بيختار سواء في الأكاديمية أو في الاختبارات بتاعت الأندية هو ده اللي هيتحاسب قدام ربنا. علشان كده ما عندناش لحد دلوقتي مهاجم. ولسه ناس بتقول لك هو ينفع وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني مهاجم نادي الأهلي يتجنس ويبقى مهاجم منتخب مصر؟ تخيلوا وصلنا لحد فين. ان بعض الجماهير دلوقتي بتنادي وتكتب في التعليقات وعلى الصفحات وفي مواقع التواصل الاجتماعي يا ريت وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني يتجنس ويبقى مهاجم منتخب مصر. تخيلوا منتخب مصر يعني دولة مصر بأكملها من الصعيد لاسكندرية ما فيهاش مهاجم؟ معقولة؟ يعني هل يعقل الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ ان مصر بالكامل ما فيهاش مهاجم نقدر نخليه مهاجم مصر. معه ده المفروض يبقى عندنا مهاجم واثنين وثلاثة. ما كان عندنا احمد حسام ميدو وعماد متعب، وكان عندنا عمرو زكي وعبد الحليم علي ووليد صالح عبد اللطيف على ما اتذكر، وكان عمرو جمال لما كان في وقته، وكان خالد بيبو، وكان كتير جدا. كان عندنا بدل المهاجم 2 و3 و4 ما كنتش بتعرف تختار مين. وكان عندنا حسام حسن وجمال عبد الحميد. كان عندنا ده ليه؟ كان في ناس مصلحتها رقم 1 المنتخب والنادي. لكن دلوقتي بقت السبوبه اللي بتحكم. بقول لحضراتكم وصلت ان بعد الجماهير بتنادي ان وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني يتجنس يبقى لاعب منتخب مصر عشان ما عندناش مهاجمين. فياريت المدربين بتوع الاكاديميات والاختبارات يراعوا ربنا. يا عم استرزق وخد فلوس بس اختار صح. اختار صح وراعي ضميرك، راعي ربنا سبحانه وتعالى في اختياراتك. انت بتقتل لعيب موهوب عشان تاخد فلوس. في مهاجم انا متاكد ان في لعيبه كبيره جدا ومهاجمين ولاعيبه تصلح تكون مهاجمين في الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الاسباني موجوده في النجوع والكره، بس عاوزين اساسيات وعاوزين شغل وعاوزين عين تجيبهم في الاول، عين كشافه تجيب اللعيبه دي في الاول. لكن للاسف زي ما قلت السبوبه بتحكم. يعني اتمنى الفتره الجايه الناس المسؤولين عن الكوره سواء اتحاد الكوره وزاره الشباب والرياضه يمنعوا ان احنا نجيب 5 اجانب في كل فريق. انت كده دمرت نص الفريق. يا ريت نعتمد على الناشئين الصح ونبدا بقى نعمل منتخب. يا رب يكون المنتخب الاولمبي هو الامل اللي جاي ان شاء الله يا رب. علشان بعد كده ما ينفعش اسمها حاجه اسمها 5 اجانب في فريق واحد. 5 اجانب وياخدوا الدولار ويجي عندك احسن منهم مليون مره واخدين فرص لعيبه كبيره عندنا عشان خاطر قرارات بتتاخد غلط. دي كانت حلقه النهارده من برنامج من الاخر مع عادل الظن. على امل اللقاء بكم في لقاءات كتيره وحلقات تانيه ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.